السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى البفتيك الكداب العظمه ده؟ عملته بربع كيلو لحمه، بس تعالى نشوف عملته ازاي. هنا انا جبت كيلو لحمه، حطيت عليهم معلقه بصل بودر ومعلقه توم بودر وبهارات لحمه، وحطيت عليهم 3 معالق بقسماط ومعلقه بيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر لازم 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 تحطيه يعني. هنا حطيت عليهم بضايه، وقعدت بقى ايه عجنت المكونات دي كويس جدا 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 في اللحمه. وبعدين هنا عندي بصلايه هحط عليها ملح وفلفل، وهقلبهم كويس قوي قوي قوي. الخطوه دي يا جماعه والله العظيم هتفرق في الطعم قوي يعني بصوا، جامده قوي. المهم قلبتهم هنا، وبعدين نزلت عليهم بيهم على اللحمه، وهقلب بقى اللحمه كويس قوي 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 قوي. عايزه اعجنها كويس جدا، يعني اللي هي ايه لما تيجي تعمليها كوره ما تشققش منك، وفي نفس الوقت ايه يبقى الانسجه بتاعتها ايه باينه كده، يبقى يظهر منها خيوط وكده. شايفين هنا العجينه عامله معايا ازاي؟ هنا جبت طبق فيه معلقتين زيت، بحط ايدي في الزيت، وبعدين اخد بقى اللحمه اعملها كور زقنططه كده. خلي الكور كلها متساوية عشان ايه, يطلع معاكي ايه يعني مظبوط يعني. هنا كنت بكور بقى اللحمة. المهم لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك على قناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى ربع كيلو، بص عمل معايا ايه؟ عمل معايا 11 كورة، يعني 11 قطعة بفتيك، يعني اكتر بكتير من النص كيلو. إيه، والله يا جماعة أكلة اقتصادية والله العظيم وجميلة ويعني ومش صعبة كمان، وبتخلص معاكي بسرعة. هنا بقى حطيت جبت الأكياس بتاعة التلاجة، أنا قطعتهم كده مربعات، وبجيب كل كيس بحط فيه كورة، وبفضل افرد فيه بايديا كده. ولا السمك تخين ولا السمك رفيع، يعني خليها حلوة كده بحيث ان هي ايه اما تيجي تقليها ما تفكش منك وكده، وهي اصلا مش هتفك منك يعني، ما تخافيش جدا، ما تخافيش خالص اصلا. وهنا بفضل افرد زي ما انتوا شايفين كده. بتفردي بقى بشكل عشوائي عشان تطلع معاكي عاملة زي حتة البفتيك. حبة هنا وحبة هنا كده. وشايفين بقى عملوا معايا قد ايه بصراحة، يعني كانوا جمال قوي. طبعا دول انا اصلا هحطهم في الفريزر، بس انا قلت هقلي معاكم كام واحدة كده عشان ايه اوريكم النتيجة في الاخر. هنا جبت بقى، بصوا بقى يعني مش عايزين برضو ايه يعني نزود الميزانية شوية، فهنا جبت حبة دقيق حطيت عليهم ملح وفلفل وحبة بصل بودر وتوم بودر، وهقلبهم كويس كده. عايزاها تبقى عجينة خفيفة، تمام زي ما انتوا شايفين كده. السمك بتاعها خفيف خالص يعني. وهنا دي بقسماط على فيجيتار، تمام. وهنا بقى جبت البفتيك بتاعي، وهنزل بيه بقى في العجن الخلطة اللي انا عاملاها دي بديل البيض يا جماعة، يعني عشان اللي مش عايز يعمل بالبيض، يعني بما اننا حطينا بيض في البفتيك فايه يعني نقلل الدنيا شوية. وبعد كده بقى ايه، بعد ما حطيتها في الخلطة اللي انا عملتها هنزل بيها على البقسماط والفيجيتار كده. شايفين بكل سهولة بتتعمل. بس وهيكون عندي طاسة بقى ايه على النار، زيت سخن فيها. هنا كنت بعمل واحدة تانية معاكم. شايفين يعني هي مش هتفك معاكي خالص طول ما انت عاجنه العجينه صح وحاطه مقاديرك صح، عمرها ما هتفك معاكي، وما تخافيش يعني. بصي هنا بقى ايه، زي ما بعد ما حطيتها في العجينه نزلت بيها على البقسماط والفيجيتار تاني اهوت. وهبتدي بقى ان انا برضو ايه يعني بالراحه كده، تمام. وبعد ما تخلص هحطها على الكيسه بتاعتها تاني لحد اما الزيت بتاعي يسخن انزل بيهم على طول. دي التالتة، انا قلت اعمل معاكم 3 قطع، تمام، عشان بس اوريكم الشكل النهائي يعني. والباقي انا خزنته في الفريزر بصراحة يعني. يا جماعة والله دي يعني من الاكلات اللي ممكن يعني سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وهتشرفك في سفرة رمضان والله العظيم. يعني انت لو عندك عزومة وعايزة تعملي حاجات كتيرة، فدي حاجة من الحاجات اللي ممكن تحطيها على السفرة وهتشرفك جدا يعني.
ويعني وتنفع في تفريزات رمضان. يعني انت لو جبتي مثلا نص كيلو وعملتيه هيرمي معاكي كتير جدا، وجهزيه في الفريزر وطلعيه على طول تعمليه. هنا كنت بعد ما قليتها معاكم، شايفين والله العظيم. بصوا جميله 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 بصراحه، عجبتني وعجبت الاولاد، وبصراحه تسلم ايدي. لو عجبكم ما تنسوش اللايك.